تيخدموا تيديروا تيبحثوا هذا، كانوا الناس تيبحثوا برا وحنا الداخل. على ايه؟ واحد السيده خياطه عندها حانوت ديال الخياطه، مرا خياطه عندها حانوت خياطه ومرا مزوجه وما عندهاش دراري، مزوجه بواحد السيد، ولكن هي كانت شويه شخصيه على ذاك راجلها، وهي اللي حاكمه، هي اللي مكلفه، هي اللي كل شيء. كانت كما تنقولوا غالبه عليه، راجل مسكين مغلوب على امره. هاد السيده كانت خياطه، وواحد النهار وكانت شويه كما نقولوا شدابه شويه، زوينه شويه، وواحد المره تبعها واحد الشاب في الشارع، وهذا الشاب حتى هو تيتعاطى لهذه المهنه ديال الخياطه، تيخدموا الصابره ديك تيخدموا الخيط اللي تيخدموا به الخياطه، عنده علاقه بالخياطه، تعرفها. تبعها وهذا وقال لها نتعرف معك وكذا 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 وكذا، وقال لي انا تنبغيك شحال هذه وانا كذا، ربط معها علاقه رغم انها هي متزوجه، ربط معها علاقه وبقات تيجي عندها الدكان ديالها، بقات تدي عنده المحل فين ساكن، هو كان ساكن بوحده وكان زفري. اليوم غدا العلاقه تطورات حتى ولاو تيقضيو الليل بعض المرات تينعسوا في الحانوت في الدكان، وبعض المرات الناس عنده اليوم غدا وتلافقوا وعداتو، قالت لها ودي انا غنطلب الطلاق من راجلي وغنتزوج بك. ما عندها حتى شي مشكل مع راجلها، ولكن هي ما بقاش بغات راجلها، ما بقاش باغيه، وهضرت مع هذا وقالت لي غادي نتزوجوا صافي، انا غنطلق من هذا وناخذك انت ونتوكلوا على الله ونزيدوا قدام. اليوم غدا ديك العلاقه طوات بيناتهم وهذا، ولا تلقاو فيها مشاكل. واحد المره وقع بيناتهم واحد المشكل، ضربها عنفها وداك الشيء وهذا، وقدموه للمحكمه ومشى للحبس. الاولى حكموا عليه بسورسي 3 شهور بسجن غير نافذ، حكموا عليه بسورسي واخا دازت. واحد الوقت عاوتاني تخاصم معها عاوتاني ضربها، حكموا عليه بالسجن عاوتاني شي 3 شهور 4 شهور. واحد المره لقاها تتخاصم مع واحد السيده، هو دايز سايق واحد الطوموبيل، نزل ودار راسو بوليسي وقال ديك السيده مالك مع هذه، انا بغيت يهضر معاك كذا ديك الحبس هذا، بقيت كرفسه ديك السيده. ديك السيده عرفاتو عقلت عليه، ولما جاو البوسعيد ما كان صداع، قالت لي ما سيتي يقول لي بوليسي ما بوليسي، ثبتوا عليه بانه انتحال الصفه ديال الشرطي، بغى يدافع على ديك صاحبته بانتحال الصفه، انه زعما بغى يبين الاخرى انه بوليسي وهذه راه معايا وراه مراتي وانت كذا، باش خلعها طاح مشى للحبس، عطاوه 3 شهور الحبس. هاد 3 شهور الاخرى اللي مشى في الحبس بقات تيقول لها شوفي انا خصني نخرج خصني نتزوج بك، هي تتعادى قالت لي صافي طلب الطلاق من راجلي، غير تخرج نتزوج بك. نخرج لقاها طلقات، ولكن ديك الكلمه اللي عطاتو ديال نتزوج بك ما بغاتش هي، قالت لي وماشي دابا ومن بعد وخلينا هو دابا نديرو. مشى معها لدارهم تسلا عند عائلتها، قال لها عائلتها لا هضرت تقول ما كاين شيء، قال لهم انا جيت نخطب، قالوا لي لا سيدي هي عندها مشكل مع راجلها، حنا ما عرفنا واش طلقات بصح ما طلقاتش، شنو المشكل مع راجل مزيان وظريف من عائلتنا، علاش غادي تطلق منه، علاش كذا، ما بغاوش ليه. هي كانت تتهرب من الزواج به، تتهرب، بغاتو يبقى غير معاها وصافي، ما بغاش يتزوج به. هو كان بغى الزواج، كان تيفكر غير فيها ولا تيبغيها، كما تيقول في واحد الكلام ديالو هنا في المسطره في المحضر ديالو، تيقول داك الشيء كان عندي اكثر من السحر، ما بقيتش تنشوف شي مراه في الدنيا غيرها، ما بقيتش تعرف شي مراه في الدنيا غيرها، غير هي. واحد الوقت ساق لها الخبار دارت علاقه مع واحد السيد، صاحبات مع واحد اخر، ولما اكتشف الامر ولات تقول لها ودي هذاك تعرف عنده الفلوس، هذا غير تيعاونني تيكريديني الا بغيت شي حاجه وعطيني الفلوس اللي خاصاني وكذا وكذا. دخلت تتصل بها بالتليفون ديما هو داك السيد تيسلفها، ديما داك السيد تيعطيها، ديما داك السيد تيقدم لها المساعده، تتقول لها هادشي اللي بيني وبينه. السيد بقى تابعه واحد الوقت قالت لي سيدي انا ما غنبقاش هنا، انا غنمشي لسلا، صافي انا غنمشي لسلا، ما بقاش ساكنه هنايا، غنمشي لسلا، الا بغيتيني انا غادي لسلا. زدت حوايجها انا غفله منه ومشات لسلا. هو بقى تيقلب عليها فين مشات، شكون اللي داها كذا كذا، توصل لواحد خينا
دوك نقل البضائع اللي تيهزوا البضائع تعرف بانه هو اللي هزها حسب المعلومات اللي خدا، وقال لها سيدي ديك السيده سرقتني ودات لي حوايجي، دابا الله يكثر خيرك راه انت مسؤول وانت عاونتي واحده شفره وريني الدار ديالها فسلا. مشى داك السيد داس لها وقال له راه الدار بعاد مني. مشى ديك البلاصه فين ساكنه هي، مشى فين ساكنه، مشى عندها وانا كذا وخليتيني كذا كذا، وعليك دخلت الحب 2 مرات، وعليك درت ودرت، وعليك كذا كذا. استقبلت واحد الوقيت تما، جلست معها واحد 2-3 ايام، بعد قالت لي وانا مابقاش هاد الدار هذه ما عارفينيش انا مجوجه وعارفيني كذا وغادي تجبد لي السطا وغادي تجبد لي كذا، صافي انا غادي ننتقل لقنيطره. اليوم غتجي غدا غتجي وهي فسلا، هو تيتسنى ويمشي عندها ويجي، يمشي عندها ويجي، يمشي عندها ويجي. من بعد واحد النهار تسمع بانها انتقلت للقنيطره، وصل الى علمه غير يسمع وصلت للقنيطره، وبان عندها علاقه مع شي جندي صاحبه معاه وكذا، وانها ساكنه عنده في واحد الحي في القنيطره سميتو رضا، وتتخرج معاه وتتجي معاه وهذا وهذا. ولا لما تعيط عليها بالتليفون كانت واحد الوقت ما تتجاوبوش، قطعت عليه، ولكن دابا ولا تيجاوبوا هذاك السيد اللي معها، تيجاوبوا تيهدوا تيقول اسمعني معاك وانا ندير لك، ولا تبقى تعيط للسيده ما تعيط للسيده كذا 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 كذا. الاخر سد عليه الباب. هذاك الاول اللي كانت تعرفت معاه وتصاحبت معاه قبل هذا، قبل الجندي ما كانش تيجاوبوا هذاك السيد، ذاك اللي كانت تقول بانه تعطيني فلوس، تعطيني كذا، تصرف عليا، تسلفني كذا كذا، هذاك ما كانش تيجاوبوا. هذا لا، هذا تيجاوبوا ولا تيهضر التليفون تيهزو، مالكاش بغيتي، مالك انت، شكون انت، وانت تيبقى عليه، بقى تيهدو، اي وقف حاجز بينه وبينها وعايشه معاه. بقى تيقلب حتى لقاو فين ساكنين، وعرف الدار فين ساكنين هو وياها، ولقى ديك الدار اللي ساكن فيها واحد الدار فيها بزاف ديال البيوت، وهذيك خينا هاد صاحبها الاخر بلا ما نبقاو نذكروا الصفه ديالو، هاد صاحبها الاخر اللي ساكنه معاه ساكن شاد بيت تما، شاد بيت، ولكن دوك البيوت الفقريين فيهم هزاره، شي وحدين عارفين مع بنات، دار تقريبا ديال الرذيله، ما بغينا نقولوا دار الرذيله، ولا تيجي تيعس تما، تيسمع واحد مول الباتيسري وتيبقى عس تما، تيبقى عساس عليها، تيبان ليه واحد خرج مع وحده، واحد دخل مع وحده، تيسول داك مول الباتيسري دار معاه معرفه، تقول له ودي هذاك يمكن مزوج بهذيك، ديما تيمشي معاه ويجي، ديما هذاك لا، هذيك غير صاحبته تجي معاه، هذيك كذا كذا، حتى ولا تيشوفها تتخرج تترجع ومع هذاك السيد ذاك صاحبها الاخر اللي تيهدو واللي والى عليه وتيخاف منه تيشوفها تخرج معاه وتجي معاه، حتى لواحد النهار هو يعول عليها، مشى لدارهم مسلا، حتى هو عندهم دار مسلا، مشى لدارهم ودبر تما في واحد الجدويه كبيره، واحد الموس ومضاه مزيان، وداروا تحته قال اليوم يومها، وجا القنيطره ومشى عند ذاك مول باتيسري جلس معاه وبقى حاضر حتى بان ليه العسكري خرج. هو يمشي لان ذاك البيت اللي ساكنه فيه عنده واحد الشرجم هنا، ذاك الشرجم تيشوف في الشارع، جا ذاك الشرجم تيشوف واحد الزنقه، جا وتكا تما تيتصنت، سمعها تهضر بالتليفون تتكلم، تاكد من انها كاينه في وسط البيت. غفل خلى واحد يحل الدار، دخل هو يدخل معاه، طرف دخل مشى تيدق عليها، تيدق عليها ما بغاش تحل ليه، غير يحل يهضر معاك، يحل ما ندير معاك، يحل يهضر معاك، فات الضوء، ذاك البيت مظلام شويه، خص ديما يكون فيه الضوء، فات الضوء، لقى واحد المدخل بين يدوز حدا الشرجم، هو ينقز على واحد الطابله ودخل ليها من تما، دخل بديك الجنويه وتشاد معاها في الظلام، في الظلمه، وبدا تيضرب فيها الظلام، وهي تتغوت وهي تضربها طاحت، ويمشي يشعل الضوء تلقاها كلها دمايات، هو يهبط عليها، عاد زاد يكمل عليها، وشنو دار؟ في الاخر من ثقه بان ماتت قطع عليها راسها، قطع عليها راسها، هو عنده في مخه بانه المكان معها، وبان كانت هي في ذاك الحانوت، دوك هما اللي لحظه القيصريه، دوك القيصريه عارفين انه معاها وتيخرج يدخل معاها، وبانها تضحك عليه، وكان شي وحدين منهم تيقول له كذا تتفلى عليك، تيجي واحد اخر يديها راه كذا كذا، اش بغا يبين؟ بغا يبين بانه دوك اللي كنتو تقول لي تضحكوا عليا وتديروا لي تدفعوا لي وتقولوا من تخرج انا تدخل واحد اخر، ومن تمشي انا تتصاحب مع واحد اخر، تضحكوا لي، انا نوريكم. هز ذاك الراس وبقى غادي بيه في الشارع العام، ومشى حتى لحدا حانوته في القيصريه، بقى يقول ما الا تضحك على الرجال، ها هي اللي كذا 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 كذا، ورجع غادي الطريق ديال رجع السكنه ديالو، وشوف الدوخه اللي عطاه الله، هو غادي في الشارع والناس تابعينه، كان واحد البوليسي بالزي المدني، ذاك البوليسي كان فيه الشجاعه،
تقدم عنده وهدوا ووقفوا وطيحوا الارض، شد داك الراس وعيط للبوليس وشدوه متلبس. قلت لها شنو غنستافدوا من هذا الشيء هذا؟ امرأة متزوجة خائنة لزوجها وما خانتش رجلها غير مع واحد، خانته مع 3 الرجال، ويعلم الله قبل هاد 3 شكون اللي كان معاها وشكون اللي كان معرف معاها. السيدة تخلقت للفساد الله يستر، وتخلقت للرذيلة، وضحكت على الاول وضحكت على الثاني وضحكت على رجلها وضحكت على هذا. ومن هذه عادات انا ما تنذكرش غير وحده مزوجه ومشات مع هذا واحد والثاني الثالث، كاين شي بنات ما مزوجين شيء، ولكن النصارى تيقولوا افورس دو سيرشي ان ماري اون دوفير بروستيتوي. نشرحها من الناس تعرفوها الصح. البنت تقتلت شي بنت ولا شي مطلقه ولا شي عازبه عمرها ما تزوجات وبقات تقلب على راجل، بقات تتقلب على راجل، دوز هذا ودوز هذا ودوز هذا، تتولي عاهره. هذا ما صدقش، لا هذا ماذا، لا هذا كذا كذا، لكن صاحبه مع هذا وتفرقت مع هذا، تتبقى اليوم غدا تتولي عاهره، تدوز 4 5 6 درجات تولي عاهره. هذه كانت مزوجه وكانت عاهره، مزوجه ولكن هي عاهره لان هي مزوجه واحد بالكاغير وغاده مع الثاني على هذا خين هذا اللي قتل، وغاده مع الثالث قالت يسلفني ومشات عاوتاني جابت مسكين ذاك السيد نصلح، جابته لهنا ذاك الجندي، جابته حتى هو. حنا تنقول شكون اللي كان غيكون من بعد كل ما ماتش، وشكون اللي كان غيكون قبل، شكون اللي هما اللي دازوا قبل. لان مبليه هاد السيده مبليه كما تيقولوا عشاق ملال، كانت عشاقه ملاله، تعشق واحد وتملو حتى جا هذا الاخر هذا وقال لها ستوب وقتلها وقطع على راسها وفضات. هذه هضرنا على المراه، نهضروا على الراجل. شوف هذا الراجل حتى هو المدله، حنا ما نقول شيء سحور ولكن كان دليل. هاد السيده هذه دخلت عليها الحبس في الاول، دخلتي الثاني ودخلتي في الثالث بسبب هذا الحبس، خرجت على مستقبلك وعارف السيده مزوجه وسببتي لها في الطلاق، ومشيتي تابعه منه ومشات مع واحد اخر وانت باقي لاصق، ومشات مع الثاني وانت باقي لاصق، مشات مع اللي من بعدك ومشات مع الاخر وانت باقي لاصق. الصراحه هي سرها ديك الموت اللي ماتت، وهذاك سر الحبس اللي غادي يفنى فيه وغيبقى فيه طول حياته، حيت بجوج ما صالحينش، لا هو ولا هي، لا هي تبعت الرذيله ولا الرذيله والخيانه الزوجيه شو سوق عليها مشات، ولا هو اللي ما عنده نفس غادي يتابعوا وحده اللي ضحكت عليه وضحك على واحد هو شاهد عليه وضحكت على الثالث هو كاين حاضر على هذا الشيء هذا. رجل الله يصلح له شيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واحد السيد تيبيع الحليب، هذا السيد كان جاري قديما، عرفتو انا قبل ما ندخل البوليس. كان هذا الرجل تيبيع الحليب وسميتو الحلاب، اي يجيب الحليب من الباديه من العروبيات من عند الناس اللي عندهم البقر، تيجيب الحليب وتيفرقوا على الناس اللي عندهم باتيسريات والحوانت اللي تيبيعوا غير الحليب والمخبازات وداك الشيء. شرا واحد السياره، كان هو عنده بيكالا بسكليت، وشرا موتور من بعد تيدير واحد 2 ديال البويزات قدام و2 لور كبار دوك ديال الامانيوم تيزيد بهم. من بعد شرا سياره، هذيك السياره ولا تيجيب فيها الحليب من العروبيات، ولا تيجيب القزبور، بعض المرات القزبور معدنوس، بعض المرات دوك المنتوجات الفلاحيه ديال العروبيه تيجيبهم القزبور والمعدنوس والحامض تيبيعهم حتى هما، ولكن الخدمه الرسميه ديالو هي البيع والشراء في الحليب. هاد السيد كان معروف، كان لاباس عليه، وجا لواحد الحومه وكرا واحد الحانوت محل مرآب كراج، كرا كراج ولا تيبيت فيه الطوموبيل، تنقل انا كان نهار اللي في واحد عساس تما تيقول لي رد بالك مع الطوموبيل، هناك الكراج جا في واحد البلاصه شويه داخله شويه، كان تيخاف شي واحد يفتح الكراج يدخل السياره ديالو تيخلي تما سلعته، تيخلي كذا، والامور كانت غدا عاديه. هاد السيد واحد النهار دخل في واحد الحديث مع واحد السيد من العروبيه، كان تياخذ من عنده الحليب، كان تياخذ الحليب من عند واحد السيد. واحد النهار داك السيد تيهضر معاه، هذاك السيد داك العروبي مول البقر اللي تيفتح عليه حليب، قال لي اودي انا راه فكرت انا والدراري ولادي بغينا نشريو شي دار في القنيطره،
خاصك تشوف لي كان شي دار. قال لي الاخر واخا نشوف لك ورد عليك. ديما تيجي دير عنده الحليب. واحد النهار هذاك الحلاب سول السيد قال ليه وحداش الدار بغيتي تقريبا شحال بغيتي في الثمن ديالها؟ قال لي شي 30 مليون. شي 30 انا دابا اللي كاينه موجوده عندي هي 30. العفو. ضربني البرد شويه عيان ولكن شاد راسي الحمد لله. مع هاد القهوه هادي حنا غادي. قال لي 30 مليون. قال لي الاخر 30 مليون عندك موجوده؟ قال لي موجوده عندي. قال له انا نقلب لك. تيجي عنده بعض المرات تيقول له ودي كاينه واحد الدار ولكن مولاها طالب فيها 50. تيقول الاخر لا خويا 30. عاوتاني تتلقى تيجي عنده تيقول له كاينه واحد الدار لقيتها ب 40. اش قلتي؟ هذا من خلال الحديث ديال ولادو ولاد مول الدار التصريحات ديالهم تيقولوا بانه كان تيجي عند بوه مره تيقول لقيت لك ب 50 لقيت لك ب 40 لقيت لك ب 60 لقيت لك بدا لقيت وحده ب 30 ولكن ما عجبتنيش لقيت هذه الامور بقات غدا هكاك. تاخذ من عنده الحليب وتدير الحليب امور غدا عاديه. جا واحد الموسم ديال واحد الوالي الله سميتو راه معروف في الغرب مولاي قبتين. لا عنده جوج قبات. انا مشيت لهذا الوالي هذا عنده جوج قبات. ضريح فيه جوج قبات. ما عرفتش واش مدفوني فيه جوج الناس ولا كذا. ولكن انا مشيت لواحد الموسم ديالو. واحد المره كان الموسم تعجبني نشوف الخيل ومشيت شفت الخيل داك مولاي قبتين. هو موسم كبير تيعمر في النواحي ديال القنيطره. موسم كبير وتنطلبوا من الله باش تعاد لنا دوك المواسم نشوفوهم ودوك اللامات اللي تيقولوا عربيه تسميوها اللامه تعاود ترجع لينا ورجعونا الخياله ورجعونا داكشي اللي كنا تنتمناو. ما يهمنا شيء ضريح ولا مولاه. تيهمنا الفرجه اللي تتكون ديك الساعه وباقي اللي تيتمناو لان الساكن ديال البوادي هذيك الفرجه السنويه ديالهم تتمنى حتى حنا موالين المدينه تمشيو نشوفوا داك الشيء. مشيت لي واحد المره شتو وكان عنده تيعمر بزاف داك مولاي قبتين. تيعمر كبير بحال مولاي عبد الله ديال الجديده وداك الشيء. على ايد جات العماره ديال مولاي قبتين. هذاك الحلاب مشى لمولاي قبتين. مشى لانه مشى يتسالى. تيتلقى بهذاك السيد اللي قلت لكم اللي هو عنده 30 مليون اللي بغى يشري دار في قنيطره. تلاقى معاه في الموسم. تلاقى معاه الاخر دا حتى الكيطون ديالو. تعرف دابا ما هو جميل عند العربيه هو الواحد يكون الموسم يكون عنده كيطون ديالو. وحنا تنشوفوا داك الشيء كان زوين داك المنظر. تلقى الكيطون معلقين فيه شي خروف ولا نص خروف مسلوخ او مذبوح تيذبحوه وتيعلقوه تيطيبوه تما. داك الشيء من التراث ديالنا ومن الثقافه ديالنا جميل. مشى عنده داك الكيطون تغدى معاهم وقال لي واش دابا انت غتبقى هنا ولا؟ قال لي لا انا المراه غنرجعوا للمحل والمحل ما خليوش خاوي. كاين البهايم وكاين كذا وكاين كذا ولكن الدراري ولادي وولدي فلان اللي مع مراته ولا اخر اللي معاه ولادهم غيبقاو هنا في الموسم وحنا نطلعوا عليهم ونرجعوا. تيكمل الموسم ولكن حنا خصنا نباتوا في المحل. الاخر دا هاد الفكره في راسو. دا في راسو بانه هذاك السيد غادي يرجع هو ومراته للدار وان الدار فيها غا ولادو فما فيها حتى شي واحد. غيرجع هو ومراته ولادو غيبقاو في الموسم. داها في راسو. هنا ولات عنده هو خطط عنده واحد بلان عنده واحد النيه شيطانيه بغى يعزل ذاك الراجل هو ومراته او يعزلو بوحدو. انا غنقول لكم علاش. فعلا جلس معاهم وتغدى معاهم ومشى في حالاته. لا غدا جا الموسم. هو جا الموسم جا ومشى عنده الكيطون لقاه ما كاينش. سول ولادو قال لهم فين باكم؟ قال لي راه مشى للمحل راه في الدار. قال لي ما غايجيش الوالد؟ قال لهم لا الوالد ما غايجيش غادي يبات في الدار راه هو الوالده. وما مشى معاهم حد تما للدار لا. قال لي مشاو بوحدهم. عندكم الصحراء عندهم البهايم خصهم يحلبوا خصهم هذا. انا تا خصني ندوز عندهم ناخذ الحليب وكذا وكذا. جلس معاهم شي شويه الله يهنيكم الله يهنيكم. اذا جا تيقن تاكد بانهم مشاو للخيمه كما غنقول حنا في العربيه تنقول مشاو للخيمه. في العشيه مع تقريبا 5 د العشيه هز طوموبيلتو ومشى عند هذوك الناس. هذوك الناس جاو مهزوني على الدوار شويه. الطريق اللي تدوز لهم تدوز غير لهم هما بوحدهم. عرف كيفاش يدوز؟ عرف ان الدنيا خاويه
ومشى داز عند داك السيد سيارته ودخل عنده تا المحل. وصل عنده السلام عليكم السلام، لانه تيدخل عنده المحل باش يدير الحليب، دار كانه جا يدير الحليب. لقى داك السيد غير ومراته لاباس بخير صحه لاباس. هو قال لي جلس نهضر معاك. قال لي الدار 30 موجوده، موجوده فيها 4 البيوت، فيها كوزينه، فيها واحد البلاصه بحال جريده، فيها 2 بيوت الفوق. لا بغيت تزيد زيد، لا بغيت تزيد شي 2 بيوت انت زيدهم على حساب ولادك ولا دبر راسك. لا هو قال لا ندير لك 4 القاد. هو وسط المدينه، وسط المدينه حداك المارشي، حداك الفران، حداك بقات يزين ليه المدينه. ولكن مولاها راه والو، راه واقف عليها وبغاو الناس يديوها ليه. دابا واش انت فلوسك موجوده؟ قال لي انا فلوسي موجوده. ولا ما تقولش انا فلوسك موجوده ومن يجي السيد انا راه غدا السيد يكون عندك، لو بغيت نعيط عليه حتى في العشيه راه يكون عندك. يجي بعدا باش يتاكد، يشوف الفلوس، نعطيوه شي بركه ديال العربون نمدوه ليه، وديك الساعه نمشيو نتكاتفوا معاه. قال يا سيدي انا موجود. فلوسك هنا في محلك. قال لي فلوسي هنا في محلي، اذا نجيبو عندك هنا للدار. قال لي جيبو عندي هنا للدار، كلشي نديرو هنا في الدار. لا وصلاتو لنا ومن انا نجيبو كاع الكتاتب ولا العدلان هنا يكتبوا نوضو نايضين. بغيت تمشي معايا مشي معايا، غير هو خصو يتاكد. او لا الحاجه تهضر مع مرت الاخر اش قلتي؟ واش حنا هذه الصراحه السيد واقف على الفلوس، بغيناش نقول ليه كذا كذا. بعدا فليساتنا عندنا موجوده في محلنا. اخرج لك باك الحلاب مشاك للطوموبيل وجاب لك واحد الجويه قداش. الناس تيصحابو مشى غادي يهز شي طار بالحليب كما تيقول، ولا غيجيب شي حاجه الجويه ورجع لهم. جا ضرب ذاك الراجل الكرشو، شدوه بقى تيضرب فيه في كرشو وطيحو. المراه تتغوت ومشى للمراه وضربها العنقه وضربها كتفها وبقى يضرب وخلاهم مجبلين تما. هما الناس كبار هلكهم وطيحهم تما. وبقى تيقلب في ديك الدار على الفلوس، تيقلب حتى لقى الفلوس، ولقى فعلا 30 مليون. لقى الفلوس، هز واحد القفه كانت معلقه، مشى شي خناشي ديال الزرع وحط الفلوس في القفه، بحال الخلشه ديال الزرع وخواها، وكب الزرع فوق الفلوس وهزهم وحطهم من اللور في الطوموبيل. شوف زعما غيخبيهم. وديمارا وشاف لا تجي ولا تجي، وخرج طوموبيلتو زاد في حالاتو. خرج واش الطريق، خدنا الناس مربيين تما واش الطريق ومشى للقنيطره. اذا دابا نخليو هما ورجعوا الناس بقاو مربيين وسط الدار ومضروبين. الحلاب دا في راسو بانهم مقتولين، ولكن واحد السيده جاره ديالهم تما جات عندهم، ومن الفتاه تجي عندهم بعيده، وجات عندهم وشافت الحلاب فين دايز، راه غادي بالطوموبيل، وداز باش تسلم عليهم او تشوفهم. غوتات ما جاوب حد، طلات تلقاهم 2 في وسط الدمايات، الناس مجبدين، المراه مضروبه في عنقها وفي كتافها، الراجل مضروب في كرشو مشتركه وميتين. بقات المراه تتغوت. اجتمعوا الناس ديال الدوار، جري يا ما جري، جري يا ما جري. جا المقدم، جاو الناس مقتولين لا باقيين حيين، مقتولين باقيين حيين. علموا الشيخ، جا الشيخ تيقولوا اسيدي راه باقي الناس حيه، الراجل تيتنفس والمراه باقا تتنفس، عتقوهم ما تخطقوهم. هزوهم بواحد الطوموبيل بجوج، كمدوهم في واحد البطاطن، هزوا الناس داهم حتى القياده، من القياده زادت من الامبيلونس داتهم بجوج يحتضرون، اي تيموتوا ولكن ما ميتينش. داتهم المستشفى الادريسي بقنيطره، داتهم القنيطره. الحلاب هاد العمليه داتو راه بعد منه هو ما في راسو ما يعاود، شاد هو الطريق ديالو في ذاك الوقت وغادي ودخل للقنيطره. الحلاب شد الطريق رجع للقنيطره، ما عرفش اش وقع دوك الناس. في نيته هو الناس ماتوا وفضاو وهز الفلوس وزاد. كما قلنا الفلوس هزهم في القفه ديال فوق تاع الزرع، والفلوس لتحت وقفوا الدرك الملكي في النيميرو 9 في البراج، واحد النقطه سميتها كيلومتر 9 في الدخله د القنيطره من جهه الغرب، وانت ماجي من الغرب. وقفوا الدرك الملكي، سعدو حار كما تيقولوا، طاح في واحد الدار كيمعلم وبيجيست، رجل ديال الشرطه القضائيه. وقفوا
خبروا بان راها عمليه ديال عاديه روتينيه ديال يشوف الوراق ديال السياره، يشوف كذا يشوف كذا الوازم ديال السياره، عطاه الوراق ديال السياره. قال لي منين جاي؟ قال لي انا تنجيب الحليب من العروبيه، لان عنده دوك البويزات ديال الحليب دوك ديال لمنيو كبار. شاف لاحظ فيه داك الدار كأنه فيه الدم، فيه الدم في الكم ديالو ديال يدو، وفوق الساعه ديالو كاين الدم، عنده ساعه فوق منها حتى هي الدم. لاحظ الدم في يدو هنا ولاحظ الدم يدو هنا. الاخر مع ديك الجريمه ديالو زاد مزروب، ما انتبهش للحاله ديالو، والدم في صباطو والدم. قال لي منين جاك هاد الدم؟ قال لي انا كنت في اللامه في ذاك الموسم ديال مولاي قبتين، ولادي انا خليتهم تما في مولاي قبتين وذبحت لهم، عاد جيت ذبحت لهم واحد حولي باش تعرف الموسم، وعاد جاي في حالتي انا غنبات في الدار، دزت خديت الحليب وجيت. ولكن الراجل بقى تيتفتف تيترعد. الجدرمي لاحظ بان السيد لما هضر لي على الدم اللي فيه ما بقاش هو هذاك. مشى لدوك البوديزات ديال الحليب قلبهم، قال لي ما عندكش الحليب هنا؟ قال لي لا، الحليب هذا غندوز للجمعيه ناخذو، واحد الجمعيه ديال مربي الابقار تما تناخذ الحليب. قال لي كيفاش؟ واش الجمعيه ديال الحليب تيجمعوا الحليب ولا تيعطيو الحليب؟ لا، قال لي انا تناخذو من عندهم. إذن قال لك تاخذ الحليب من عند الجمعيه وما تجمعوا الحليب، إذن هذه سرقه. اللي تيبك تسرق الاخر زاد 11 ما عرفاش تيقول. داك الحوار مع الجدرمي جعلو ولا تيترعد بزاف. الجدرمي بقى تيقلب بزاف. مشى لديك الخنشان ديك الكفه ديال الزرع، شافو متخلف واحد الدجاج، جبد ديك الكفه قال لي دير شنو فيها؟ قال لي شويه الزرع جايبوه للدار، ما عندي شي دجاج تنعطي له من اللقط. تلاحظ بان داك الزرع نقي ماشي ديال اللقط، لان في محضر المعاينه تيقول ونلاحظ ان داك الزرع منقي وكذا وكذا وكذا. يثير انتباهنا قفه فيها الزرع منقي، تكون معني بالامر بانه تتعلق باللقط ديال الدجاج، نقوم بتفتيشها. ناض داك الجدرمي تيقلب في داك الزرع، خشى يدو في ديك الخفه تيحركها، تيشوف فلوس كاينه لتحت. شاف فلوس كثيره، جبد قال شحال ديال الفلوس؟ قال لك الفلوس ديالي شاف شحال هنا؟ قال لي 30 مليون. اش هزها معاك؟ ودابا ولادي في الموسم وانا انا جالس معاهم في الموسم، وهزيت من الدار خص شي واحد يدخل لنا للدار، حيت الدار ما فيها حد. لا يعقل ولا يمكن. باش الراجل يهز فلوسو من الدار ولم تحت الزرع بقى يضرب بهم في السياره. داك الجدرمي دخلوا فيه الشك 100%. شاف راسو يدخل خرج في الهضره وبات زاد كحله، شد واحد الفلوس شدها من ديك 30 مليون وقال الجدرمي خذ هذه باش عطي انت والاخوان، خذ هاد الفلوس انت والاخوان. ولكن الفلوس اللي هز تقريبا كما تيقول واحد 4 ولا 5 مليون، هز بطاقه وقال لها كشاف هاك خذ انت والاخوان اللي معاك. زاد بين ذاك الجدرمي بان الراجل ما ساحيش كما تنقولوا، والراجل كاينه شي حاجه هنا. قال ردوك الفلوس، ردها بلاصتها. وجا عنده قال هضر مع الشاف اللي معاه تما في لاباك في لابريكاد اللي كاين في البراج، قال له الراجل خصو يدخل، دخلوه للمركز. هزوه ودخلوه للمركز هي والسياره ديالو، دخلوه وعيطوا الشاف ديال لابيجي اي لابريكاد جوديسيير، قال لي شوف هذا السيد اولا فيه دم، ثاني شوف حاله كيفاش تيترعد، ثالثا حاول يرشينا، تهز واحد 4 ولا 5 مليون بغى يرشينا، والدم اللي عنده وتيدخل خرج في هضره تيقول جبت الحليب من الشركه والحليب ما عندوش. شنو هو هذا الشيء هذا؟ هنا ابدا البحث. تعلمت النيابه العامه في شخص السيد وكيل الملك وعطى تعليمات باش يبحثوا معاه يعمقوا معاه البحث. قال لي اخويا غنبداو معاك من الاول، فين كنتي؟ قال لي في الموسم. طلع مشيو للموسم، خلاو سيارته تما وخلاو داكشي اللي تما دوك الفلوس داكشي كلشي في لابريكاد وهزوه وداوه. قال لي دينا عند ولاد كل الموسم، داو من الموسم وما حشمش في ذاك الليل، وداو حتى الكيطون ديال ولاد داك السيد وقال لهم هادو. الجدرمي هبط قال داك الدراري قال لهم هذا باكم؟ قال لي لا هذا صاحب بانا ماشي بانا. قال لهم هو وراني نحاسبو بحال ولادي، تنحسبو بحال ولادي. ها كيفاش تحسبو بحال ولادك؟ انت قلتي ولادك وقلتي مراتك وهي لازم نحاسبو بحال ولادي، وجايبنا انت من القنيطره ضربنا بواحد 40 كيلومتر باش تقولنا هادو بحال ولادي. هذا ذبح عندكم شي حاجه؟ ذبح شي حولي هذا السيد؟ قال لي ما ذبح عندنا حتى شي حاجه، هذا جا سول على الوالد ومشى وما علقتو باك. ناض واحد فيهم قال لي هذا تيدي من عندنا الحليب وكان معنا اول البارح وجا عاوتاني عندنا اليوم تيسول على الوالد، كاين شي هضره هذه هو الوالد ديال شي دار غياخذها الوالد بغى يشريها، وقال لي راه لقى ليه الدار وصافي هذا الشيء اللي كاين، هذه هي الهضره اللي بيننا وبينهم. دار اخر قال له انت تكذب،
دابا خدمت جايبنا التاني تكذب علينا، هادو ماشي ولادك، ما ذبحتي والو. شكون لنا شنو كاين بالضبط؟ شنو كاين بالضبط؟ هنا كان السؤال الخطير اللي عطوه. لما جيتي مشيتي من هنا فين مشيتي؟ مشيتي من هنا فين مشيتي؟ واش خرجتي من الموسم شديتي طريق كوليطرا ولا فين مشيتي؟ قول لينا فين مشيتي. بدات يدخل ويخرج في الهضره، تيحاول يكذب ويحاول يتهرب. قالوا لي ورينا الجمعيه اللي خديتي من عندها الحليب. سكت، ورينا الجمعيه خديتي من عندها الحليب اللي تتاخذ من عندها الحليب، او اللي غادي بالبوديزات خاوين باش تعمر من عندها الحليب. فين هي الجمعيه؟ سيدنا القام يقول ردوه لابريكاد. لما ردوه لابريكاد تفاجئوا بان لابريكاد عندهم اخبار بانهم راه كاين واحد تدخل في الدوار اللي ساكن فيه داك السيد. تيقولوا واحد الراجل هو مرتو شي واحد حاول يقتلهم، راه ضرب الراجل وضرب المراه، وبانهم راه تهزوا بجوج ومشاو للسبيطار. ودخلت واحد لابريكاد اللي تابعه للجندرمري اللي داك الدوار تحت النفوذ ديالها، راه دخلت ودرت. هنا قارنوا لافير، قالوا هاد السيد هو صاحب هاد الفعله هادي. هزوه من جديد وداوه لعين المكان، داو السبيطار اولا باش يشوفوا دوك الناس واش حينواجهوا معاهم، بقاو بداهم السويسي. هزوه داو لذاك الدوار. الناس تيقولوا سيرتو ديك المراه اللي تتقول ديك الشاهده تتقول اسيدي انا شفتو هاد السيد لما كان جاي عندهم شفتو خارج بالسياره ديالو. قالوا لي اودي الناس راهم باقيين حيين، والناس راهم في السويسي بجوج، والناس راه غيهضروا غيتكلموا وغيقولوا شكون. قول لينا انت دابا هنا قبل ما يقولها هما. وقال لهم اودي هادشي اللي عطا الله وانا محتاجه وهو ما محتاجش. وقال لي عنده 30 مليون والشيطان عماني والشيطان غدرني وهادشي اللي كتب الله وانا درتها وقتلتهم بجوج. في نيته هو قتلهم بجوج، ولكن دوك الناس بقاو في السبيطار السويسي واحد المده وعاشوا بجوج ما ماتوا شيء، رغم داك الضرب اللي ضربهم، رغم داك الهجوم بالسلاح الابيض اللي هجم عليهم، وداك دوك الجروح اللي فيهم. عاشوا دوك الناس خوما ناس كبار، ربي معاهم طول عمرهم. هو تقدم العداله. الراجل ما كانش مجرم، عنده عائلته، عنده وليداته، خدام راسو بخير، خدام في الحليب ما خاصو حتى شي خير. تهز دوك المنتوجات الفلاحيه تعاود يبيعها. وطمع دخلوا طمع. من سمع الراجل قال ليه انا عندي 30 مليون بغيت نشري دويره، عاود ما يمشي يشوف ليه دار ويقدر يربح مع هذيك مليون ولا 5000 درهم ولا يتسمسر فيها ولا يدير شي حاجه ويقنع. لا، هو بغاها كلها. تبتوا عليه، تبت على الراجل تاع ان فلوس عنده في دارو وعنده في خيمته كما تيقولوا، وجا ليه وطب فيه، او بغاو يطب فيه، بغا يقتلوه هو ومراته، وداروا ليه الضرب والجرح مع نية القتل، لأنه نوى يقتل وتحكم ب30 عام، ومن بعد استئناف تحكم 25 عام. حقيقة راه كان خصو يتحكم أكثر، ولكن تحكم في الآخر 25 عام ودوز منها 18 عام وخرج. والقضية ما وقفاش هنايا وما عفتاتش هنايا. داك الراجل كيما قلنا خرج ومشى عند وليداتو ورجعت ليه فليساتو وخدا درس. عايش انت في العروبيه، ما خاصك تاخذ مع ولادك كلشي عندك. اش بغيتي انت في هذه المدينه؟ ومن حقه ياخذ في المدينه، ولكن انا تنقول اش داك لهذه المدينه ولادك واخا ما انت جالس في دارك هاني في العروبيه. الثقه العمياء بحال هذا ثق فيه. انت راجل كبير عندك ولادك مزوجين وما يتكلفوا بدار يشريوها ولا يديروا لها. حيت كاين بعض الناس حنا في الباديه تلقاه شيباني عنده 90 عام وباقي حاكم في ولادو مزوجين، حاكم مرت ولدو، حاكم والم قبل كلشي، واخا تيخلقهم مساكن صابرين ليه، اللي يقول لهم خرجوا عليا. هاد السيد هذا تحكم ومشى دوز 18 عام ديال الحبس وخرج. وفي الحبس تعرف مع واحد المجرمين تسرقوا المواشي كما تيقولوا بديك اللغه السوقيه، تيضربوا الفرقش هما تسرقوا البهيم. تعرف معهم ودار معهم معرفه وصداقه، وبقاو تيعاودوا ليه على البهيم كيفاش سرقوا ما سرقوش. سرقوا واحد البهيمه داو واحد 10 البقرات، داو كذا. عاود لكم واحد النهار الكذوب ديال المحابسيه في الحبس، كاين اللي تيدير الجريمه قد كون تيبقى يكبرها. وناض اش دار؟
لما خرج من الحبس ديك 18 بقى معاهم بعلاقه، وبقى مصاحب معاهم، وبقى تيتلاقى معاهم، تيتلاقاو في السواق، تيتلاقاو هنا. ومن جديد طاحت عليه فكره معاهم باش يستغل ديك الطوموبيل اللي باقي عنده. وهذيك الطوموبيل كانت بقات في الكراج اللي قلت لكم، كانت بقات. ومولا هذاك السيد عرفوا مسكين، مول الكراج اللي كان ليه ذاك الكراج 4 سنين هو تيطلب في المحكمه باش يحلوا يعطيوه الكراج ديالو 4 سنين. اليوم هذا الجلسه ما هاد الجلسه عاد عطاه واحد النهار باش تخرج ديك السياره من تما وتعطى لعائله المعني بالامر. داك الحلاف داك القتال تعطيه السياره وتعطى الكراج لمولاه. 4 سنين مسكين المولاه مسؤول ديال ذاك الكراج. 4 سنين هو تيطلع في المحكمه تلهبط في ذاك الوقت في الثمانينات، ماشي بحال دابا. كان شويه داك الشيء ماشي هو هذاك. 4 سنين عاد عطاو الكراج ديالو، والاخر خدا السياره خداوها ولادو وقال لهم خليوها لي تنخرج. ولما خرج استغلها مع دوك تسرقوا المواشي، وبدا تيخرج معاهم وبقى تيساعدهم وبقى تيسرق معاهم المواشي، البهايم تيسرقوا البهايم وتشد هو ديك العصابه وتحكم ب 10 سنين الحبس. دوز 18 وداز عاوتاني 10 سنين ديال الحبس، دخل الحبس عاوتاني ب 10 سنين. اي عاود ما يخرج من السجن ويقول الله ينعل لك الشيطان شي درت يا ربي تسمح لي كنا نقتل وكذا كذا. لا هو رجع بان لي بانه ما بان لي غير في الاجرام، وكان يقدر يرجع للحليب ويكون اللي يكون، يمشي لدوار اخرين، يمشي بلايص اخرين ورجع للحليب، بقى خدام بالحليب. والحليب ديما تيتمشى ديما. لا هو مشى ولا تيسرق البهائم مع عصابه ديال، وتشدد ديك العصابه وجروه معاهم ودا معاهم سيارته وتحكم ب 10 سنين ديال السجن. شنو غنسميو هاد الحلقه؟ شنو غنسميوها؟ ولما غنلومو اولا ان تلوم داك الشيباني، داك مول الدار، داك اللي ناضي يقول واحد قلب لي على شي دار لا كانت ب 30 مليون في المدينه، لا كنت تدخل معك ولادك وهذا وفلوسك تبقى في لابونك محطوطه، وحتى نهار بغيت تخرج من لابونك وكذا وكذا وكذا. راه كاين اللي عنده 500 مليون مخبرها في الدار تما، مخبيه هنا وهنا وهنا، تطر شي مصيبه تيموت ولا تيقتلوه ولا تمشي ليه ولا تحرق ليه ولا شي حاجه ولا كذا. باقي عندنا حنا في البوادي هاد فكره لابونك باقا ما خداماش عندنا في الباديه، الابناك باقا ما خداماش في الباديه في القرى، باقا الناس مخبيهم فلوسهم تما مخبيهم. تعرف انا واحد السيد مع عائلتي كانوا عنده الماكن ديال الحصاد، راجل تيجينا عنده شربات الماكن ديال الحصاد، ووقت الحصاد وكان الخير والصابه وتشوف الفلوس كلها تيحسبها وتعطيها للمراه، المراه ديما مخبيه تما فلوسها تحت السداري اللي هي فوق الماري ولتحت لفوق كذا طا كل مره تجبدها تحسبها وتردها. هذا راش كيحط فلوس في لابونك، واي معامله تجاريه غدوز ما بين لابونك وما بين داك اللي باع عليه الدار ولا كذا ولا كذا ولا كذا. عاودنا مخليها في الدار والاخر بقى تيتحسس عليه، تعرفها كاينه في الدار وجالي وجاب الله تصحاب رسول الله كثرت السرعه ديالو، كثرت الزربه ديالو ضرب الناس وهز فلوس بالزربه ودار تحت الزرع بالزربه وزيد غادي هربان وغادي سلت وهو عامر بالدمايات، عامر بالدم وغادي سايق الطوموبيل كلخ. والكلخ ديالو فين كاين عاوتاني من خرج من الحبس وناض عاوتاني قلب مشى للاجرام، خرج من الحبس. اشنو تخرج من الحبس؟ شنو استفد من الحبس؟ بان الجريمه تنفع، مع ان الجريمه لا تنفع. هو استفد بان الجريمه تنفع، بانه الجريمه هي نفعته كان غيدي 30 مليون فلتات ليه ويتبع هذه الجريمه ربما دير مع سرقه الدبقه غدير لي احسن، جابت لي 10 سنين ديال الحبس، ضاع ولادو ضاع كلشي. نتمنى من الله هذه الرساله توصلكم، والسلام عليكم ورحمه الله.